السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض كيك المانجا بطريقة سهلة وسريعة. يعني في دورق الخلاط كده هنعملها، مش هتاخد معانا أي وقت خالص. شايفين كده معايا الطبقات بتاعتها جميلة جدا، تحلية سهلة وسريعة. تعالوا مع بعض ندخل على طريقة التحضير. نسمي الله. أنا معايا المكونات بتاعتي، معايا 2 كوباية من الدقيق، ومعايا كمان 4 حبات من البيض حجم صغير، ومعايا نص كوباية من النشا أو الكورن فلاور، ومعايا كمان نص كوباية من الزيت، وكوباية كمان من السكر، ومعايا كمان فانيليا ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات. في درق الخلاط بدأت إن أنا أنزل بالزيت، وفي الوقت ده كده أخدت البيض بتاعي وبدأت كده إن أنا أفتحه بيضة بيضة. وطبعًا البيض بتاعي حجمه صغير، يعني لو البيض عندِك حجم كبير تقدري تستخدمي 3 بس. في الوقت ده كده إحنا بنفتح بيضة بيضة، علشان طبعًا لو بيضة فاسدة نبدأ إن إحنا نستغنى عنها على طول. وفي الوقت ده كده وبعد ما نزلت كده بالبيض، هابدأ كده إن أنا أنزل بكوباية من السكر، وهانزل كمان بالفانيليا، يعني نزلت كده ب2 باكت من الفانيليا. وفي الوقت ده كمان هنزل بعصير نص ليمونة، ودي طبعا بدل معلقة الخل اللي احنا بننزل بيها كل مرة على الكيك. جربوا كده الليمون في الكيك بيبقى جميل جدا. وفي الوقت ده هاخلط خليط المواد السايلة في الخلاط. وبولة معايا بدأت كده ان انا انزل بالدقيق وكمان بالنشا او الكورن فلاور في منخل، ونزلت كمان بمعلقة كبيرة من خميرة الحلويات. نخلتهم كويس جدا علشان ادخل الهوا جواهم. وفي الوقت ده كده نزلت كمان بذرة من الملح. وفي الوقت ده كده وبالمضرب اليدوي قلبت كده المكونات الجافة كلها مع بعضها. وبعد كده ما قلبتها كلها مع بعضها هبدأ إن أنا أنزل بخليط المواد السائلة اللي احنا عملناه في الخلاط. بدأت كده إن أنا بالسباتولا إن أنا أنزل أي حاجة كده في الدورق. طبعًا ما أخدتش معايا أي وقت خالص، وبالمضرب اليدوي كده وعلى جهة واحدة وأبدأ إن أنا أقلب خليط الكيك لحد كده ما الدقيق يختفي. أول كده ما الدقيق يختفي باوقف تقليب على طول. وطبعًا لازم يكون خليط الكيك يكون مفيهوش أي تكتلات زي ما انتوا شايفينه كده معايا، وده القوام بتاعه اللي أنا عايزاه. في الوقت ده كده خليط الكيك معايا جاهز. تعالوا يلا مع بعض أما نجهز الصينية اللي هنحط فيها الكيك. في الوقت ده كده أنا عندي صينية مربعة، بدأت كده إن أنا أدهنها بدهنة خفيفة كده من الزيت، وحطيت لها كمان كده ورقة من الزبدة. طب لو هتستخدمي صينية ألمونيوم أو أي نوع صينية تانية تقدري تبطنيها زيت ودقيق أو زبدة ودقيق زي ما تحبي. بدأت كده إن أنا أنزل بخليط الكيك وأبدأ كده إن أنا أوزعه بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. اديتها كده خبطتين على الرخامة علشان أطلع منها أي هوا زيادة. وفي الوقت ده هدخلها الفرن على فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 رف أوسط. أول كده ما بتستوي معايا ما أخدتش معايا كده حوالي 20 دقيقة لأن سمكها قليل. وبعد كده فتحت عليها الشواية لحد ما أخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه معايا. وفي الوقت ده كده هسيبها معايا تبرد. وفي الوقت ده تعالى يلا مع بعض نحضر طبقة الكريم شانتيه. في الوقت ده كده معايا كوباية من الكريم شانتيه ومعايا كمان كوباية من المية المتلجة، وممكن كمان تستبدليها باللبن أو تستبدليها كمان بعصير المانجا، بتبقى جميلة جدا برضو، بس عصير المانجا يكون متلج. في الوقت ده كده بدأت إن أنا أنزل كده بشوية كده من المية، وأبدأ كده إن أنا أخفق الكريم شانتيه كويس جدا. وفي الوقت ده أنا ما حطيتش للكريم شانتيه أي سكر، لأن طبعًا الكيك فيه السكر بتاعه، فكده هيبقى درجة السكر فيه مضبوطة جدًا، مع كمان المانجا معايا مسكرة. ما شاء الله كده الكيك معايا كان مضبوط جدًا في السكر. أنا في الوقت ده كده خلطت الكريم شانتيه وباقي معايا كده حوالي 2 معلقة كبيرة من المَيّة. وبنضيف كده المَيّة بالتدريج أو اللبن أو حتى العصير المانجا
بيكون متلج وبنضيفه كده شوية شوية، علشان طبعًا مش كل أنواع الكريم شانتيه بتقبل السوايل زي الأنواع التانية. النوع اللي أنا استخدمته هو كريم شانتيه المتحدة. في الوقت ده كده أنا معايا مانجا، بدأت إن أنا أقشرها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، وعلى البلانشة كده وهابدأ إن أنا أقطعها. استخدمت النهاردة 2 حبة وسط من المانجا، وطبعا أي نوع مانجا تقدري تستخدميه، لأن احنا هنشكلها النهاردة معايا لمكعبات. يعني أي نوع مانجا بس يكون المانجا جامدة شوية علشان تتشكل معاكي مكعبات. وفي الوقت ده كده ده نوعية المانجا اللي أنا استخدمتها النهاردة، وهي المانجا النعومي. تقدري تستخدمي الزبدية أو الكيت أو حتى الفص، بتبقى حلوة جدا. بس لو استخدمنا الزبدية تكون متماسكة شوية. وبعد ما الكيك كده معايا ما برد، بدأت كده إن أنا أوزع عليه كده الكريم شانتيه، وبالكيس كده بدأت إن أنا أفرد الكريم شانتيه فوق الكيك بكل سهولة. وبالإسباتولا بدأت إن أنا أساوي كده الكريم شانتيه فوق الكيك. وبعد كده أما سويته على طول بدأت إن أنا أنزل كده بمكعبات المانجا. وممكن كمان ننزل بأي نوع فاكهة انت تفضليه، يعني مش شرط المانجا. يعني ممكن نستخدم تفاح، أناناس، أي نوع فاكهة انت تفضليها. وبالنسبة للكيك كمان ممكن نعمله تشريبة، زي مثلا تشريبة من اللبن أو من السيرم، زي ما تحبي. أنا النهاردة اكتفيت بكده، إن أنا مش هحط له أي تشريبة. الكيك معايا ما شاء الله طري وجميل جدا. حابة ان انتي تعملي له تشريبة هيبقى برضو اجمل في الوقت ده كده. وبعد ما حطيت كده مكعبات المانجا، ده هيكون شكل الصينية معايا. اللهم بارك، جميل جدا. بدأت كده ان انا اخرج منها قطعة، وتعالوا مع بعض نشوف شكلها من جوه. وطبعًا تقدري زي ما قُلت لِك تحطي له تشريبة للكيك، هيبقى برضه جميل جدًا. تعالوا يالّا مع بعض كده نشوف شكلها من جوّه. أتمنى إن يكون الفيديو عجبِك، ويا ريت لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة وتسيبي لي رأيِك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.